رئيس جمهورية مسلم؟ أنا قلت أنا جاوبت حضرتك على فكرة في البرنامج ده مرة على السؤال ده. لا، ما أنا عارفة. أنا لا أمنع الشعب المصري ولا أقف ضده في أن يختار ما يشاء. طيب. المرجعية في هذا الأمر للشعب المصري في الاختيار. طب عشان عندي سؤالين والوقت بيخلص، هل ستطبقون الشريعة الإسلامية في حال ما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري اوريدي. مش أنا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم من سنة 23. لا، اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السارق. لا 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 لا، دي مش الشريعة. لا هذه أحكام فقه. وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله. لا، ده هذا كلام يعني يثار من أجل تشويش فكرة معينة. لا، ده هذا كلام يعني يثار من أجل تشويش فكرة معينة. لا، ده هذا كلام يعني يثار من أجل تشويش فكرة معينة. فهناك بعض الاختلافات ليست في الأصول الكلية. هل هو خلاف عقائدي؟ لا يمكن أن يكون خلافا عقائديا طبعا. مستحيل. بين المصريين ما فيش خلاف عقائدي أصلا. المصريين كلهم ما فيش بينهم خلاف عقائدي. المصريين إما مسلمين أو مسيحيين. صحيح. وما فيش خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية. كل يعتقد بما يشاء. ما فيش خلاف عقائدي. الخلاف يعني خلاف ديناميكي، خلاف آليات ووسائل. يعني زي ما بيقولوا الجماعة بتوع الغرب كاينيتكس، يعني مش ميكانيزمات، يعني مش خلاف عقائدي. لا يمكن أن يكون عقائديا. دكتور النهارده لما لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حتى في وفاتهم وفي موتهم، ولعل فضيلة البابا رحمه الله لعله نموذجا لذلك، ونرى ذلك ونرى توفيق الله سبحانه وتعالى في جمعنا هذا وفي حرصنا جميعا على هذه الروح. وهو الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، وأعظم رجل يشار إليه بالبنان في الديانة المسيحية. نسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا. لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والأقباط أيضا. طيب. والأقباط عشان بس إخواننا دول ياخدوا حقهم. إحنا يعني مش عايز أقعد يعني أكرر الكلمة إن نائب رئيس الحزب قبطي، ليس هذا هو الدليل الوحيد، ولكن نحن بصحيح توجهنا وأدائنا وتاريخنا ولا مدن لهؤلاء أو لهؤلاء. عندك كم قبطي في حزبك؟ أنا عندي 100 قبطي في الحزب بتاعي. من أصل قد إيه؟ من أصل 9000. طب في المؤسسين. في المؤسسين. أنا الباب. أنا أريد أن أقول لكم أن مصر اليوم دولة مدنية بكل معنى الكلمة، ليست دولة ثيوقراطية وليست دولة عسكرية. وهذا أعتبره مهمتي الأولى أمام الشعب كله، أن مصر لا يمكن أن تكون دولة عسكرية من الآن، ولا يمكن أن تكون دولة ثيوقراطية. نحن نتحدث عن مصر التي اتفقنا عليها جميعا، وانتم كنتوا حاضرين في المشهد. هذا ما هو موجود وفي التاريخ، ولا يوجد لدينا الكونسبت بتاع الثيوقراطيك ستيت، مش موجود، ولا في العالم كله موجود. البعض بيحاول يزيف الوعي ويقول ده الدكتور مرسي جالكم هيخلي المرأة تتحجب غصب عنها. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ هو ده الشرع؟ ده ضد الشرع.
محدش يجبر حد ابدا على الزي ابدا، لانه ربنا ادى الناس الحق في ان يؤمنوا به او لا يؤمنوا، حريه اعتقاد. فما بالنا باللي اقل من كده بقى، اللي اقل من الاعتقاد حد صادر الحق هذا؟ اللي عايزه تلبس حجاب هي حره، واللي عايزه تلبس الزي اللي يناسبها من وجهه نظرها هي حره. مهمة الدولة تحفظ الأمن العام، تحفظ العدل، تقدم الخدمات للناس. أما الناس تصلي ما تصليش، تتحجب ما تتحجبش، تسكر ما تسكرش، هذا متروك للناس. هل هذا مفهوم راشد الغنوشي أم مفهوم حركة النهضة؟ هذا مفهوم حركة النهضة. أنت كراشد الغنوشي هل ستدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في تونس؟ أنا أدعو إلى احترام خيار الشعب التونسي، وحركة النهضة منذ ظهرت وهي تدعو لديمقراطية حقيقية حديثة. نحن لم ندعو منذ خرجنا لا لتطبيق شريعة، ونحن نعتز بالشريعة، ولا ندعو إلى دولة إسلامية، ولكننا دعونا إلى الحرية إلى أن لا الحقيقة لا علاج لهذه الأمة إلا بالحرية. أنا قلت في بعض برامجي أنا أقدم الحرية على تطبيق الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن تطبق. دعني أكون دقيق شيخ قرضاوي، هل أنت مع حرية المعتقد وحرية الأديان؟ أنا مع كل الحريات، أنا يعني أقدس الحرية، حتى إني قلت في أحيان كثيرة وأغضب هذا بعض الإسلاميين، قلت إن الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. وناس كثيرون في البلاد الإسلامية ينادون، أنا أقول قبل أن نطبق الشريعة يجب أن نحقق الحرية. هناك أناس يخافون، يقول يريدون دولة دينية، والله ما نريد دولة دينية، ولا يريد أحد دولة دينية. الدولة الدينية مرفوضة عندنا. مشروع لتحويل مصر إلى دولة دينية. لا يوجد في الإسلام اسم الدولة الدينية. الإسلام بطبعه مدني، والمسؤولية فيه بين يدي الله عز وجل ثقيلة. دوالي 10، مش هنقول مسؤولية مجلس الشعب. ربما إقامة خلافة إسلامية أو جمع الدول الإسلامية العربية تحت لواء واحد، يعني ألا يعد أو ألا تعتقد أن هذا في هذا التوقيت ربما يثير بعض الجدل؟ أبدا ليس هناك مشروع خلافة إسلامية في تنظيم الإخوان المسلمين. في بعض التنظيمات الصغيرة تتحدث عن حزب التحرير وكذا، تتحدث عن. نحن متفقون في الإخوان المسلمين على دولة مدنية ديمقراطية. الليبراليين وإخواننا العلمانيين، وأنا أقول أيها الإخوة، هؤلاء الليبراليون والعلمانيون والله لقيت كثيرا منهم وجدتهم مؤمنين بالله، مؤمنين برسول الله، مؤمنين بكتاب الله، مؤمنين بمرجعية الإسلام، ليسوا كفارا وليسوا ملاحدة. علينا نحن أن نتعاون معهم، نحسن التعاون مع هؤلاء، كلهم منا ونحن منهم. أو ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. وذلك أنا قلت للمسلمة إنك تاخدي تلبسي الشرب بتاعك أو الخمار أو الحجاب كما يسمونه، وتذهبي إلى الناس. قبل عند باب المدرسة اخلعي الخمار وادخلي وخذي حصصك، وإلا نجهل يعني بناتنا. حصص الرياضة يعني إذا كانت الرياضة هترسب بسبب لا تدخل رياضة يعني وتلبس آخر ما يمكن لبسه. يعني إذا كان يعني يمكن أنها تغطي صدرها تغطي، إذا ما فيش يعني وهكذا. إذا كان يعني يمكن أنها تغطي صدرها تغطي، إذا ما فيش يعني وهكذا. فنحن نأخذ بس نعتبر أن هذه الأشياء ضرورة. معنى ضرورة إن لا نتوسع فيها بحيث تصبح أصلا في الحياة، لازم نعتبرها استثناء يحفظ ولا يقاس عليه. وعندما تنتهي الضرورة نرجع إلى الحياة العادية. هذا هو المطلوب من كل مسلم ومسلمة. ونفس السياق يعني ينطبق على الحصص
السباحة، حصص السباحة. كل هذا السياق يعني ينطبق على الحصص السباحة، حصص السباحة. كل هذا. البعض فضيلة الدكتور أمام هذا الواقع هكذا تخاف أمريكا على إسرائيل، لم تفعل كما فعلت في ليبيا حينما وقفت مع الليبيين تدافع عنهم. كان يجب على أمريكا أن تدافع. الشعب السوري يقتل بالجيش، بالطائرات، بالصواريخ. لماذا؟ نحن نريد من أمريكا أن تقف وقفة الرجولة، وقفة لله، وقفة للخير للحق مرة. نريد من المسلمين أن يكون الحرية هي أصل من أصول هذا الدين، حرية الفرد وحرية الكلمة وحرية الإبداع وحرية وده اللي ندعو إليه. حرية العقيدة، حرية العقيدة أول حاجة. يعني إذا كان ربنا بيقول من شاء فليؤمن، إذا كان مسلما وأراد أن يعتنق المسيحية، هل أنت مع حرية العقيدة؟ أنت حرية العقيدة، هو حر. زي ما أنت عارف في أوروبا بعد 18 سنة بيخيروا الولد، يعني يبقى احنا هل ممكن أن يسمح الإخوان المسلمين بزمانهم أن يسمح بحرية العقيدة؟ نعم. يعني لما يصل شاب لعمر 18 سنة أن يقرر أن يكون مسلما أو مسيحيا أو بوذيا، هو حر. إذا كان بقول لك ربنا بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عاوز أكتر من كده إيه؟ ولكن أن يكون ملحد، فكيف أنتم تعملون؟ الشريعة فيها نص قرآني نزل أنه للإنسان من حقه أن يكفر أو لا يكفر، أن يؤمن بأن فيه وجود إله أو لا يؤمن بوجود إله. هذا أقصى ما يمكن أن تفعله الشريعة، أن أكون في مجتمع مسلم ولا أؤمن أن في إله، أنا حر في ذلك. أنت وليس من حق الحاكم حتى لو كان مسلما أو من حق المجتمع أن يجبره أنه يؤمن بالإله. نص القرآن. هل للفرد في المجتمع الحق في الاختيار، يعني اختيارات من حيث الحياة الجنسية في حياته الخاصة؟ إنما نقول مرة أخرى أنه أي مجتمع في إطار المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع الذي يحدد هذه كل سلوكيات الإنسان. إنما مرة أخرى أقول إنه الإنسان حر في اختيار ما يشاء في داخل إطار العرف العام الموجود في المجتمع. أتحدث بكل بصراحة، هو من الذي يختار؟ أستاذ أحمد بيقول إن الشريعة، إن الحرية مقدمة. لا، أنا أضيف كلمة رائعة لشيخنا الشيخ القرضاوي، قال الحرية قبل الشريعة. طيب من الآخر خالص. الأمر الثاني بالنسبة للإخوان المسلمين، أنا من قيادات الإخوان المسلمين ويجلس إلى أن يموت، هذا ليس فهمي للإسلام. أنا أفهم أن الحكم الإسلامي هو دولة مدنية يتنافس كل الناس فيها ومسموح فيها لكل الأحزاب بكل اتجاهاتهم، والذي يصل. إذا وصل الإسلاميون حكموا بمرجعية إسلامية، إذا وصل الليبراليون حكموا بمرجعية ليبرالية. أنت بالنهاية تسألني عن درجة الحرية والحرية في التعبير. أنا من عشاق الحرية، أقدس الحرية، عندي الحرية قبل تطبيق الشريعة، لأن إذا صارت الأجواء حرية كلام كبير. أنا أقول لك ليش. الرسول عليه وسلم شنو كان؟ اليوم نص المجتمع نساء، نص المعلمات والله أكثر نساء، نص القضاة نساء، نص المحاميات نساء، ربما مش عارف نص الصحفيات ربما نساء. أنتن نصف المجتمع، ما تعيشوش في ظل الرجال، ما تقبلوش الرجال يشيخوا عليكم في حياتكم، خذوا أمركم بيدكم. وأرينا العالم كيف يمكن لمسلم أن يمارس السياسة. كمثال، جئنا بمفهوم جديد للعلمانية. قلنا إن العلمانية ليست بالشكل المفهوم في تركيا الآن. العلمانية هي معيشة كل المجموعات الدينية والفكرية بالطريقة التي يريدونها، وقولهم لأفكارهم كما يؤمنون بها، وقيام الدولة بتأمين كل المعتقدات.
وهكذا خططنا الطريق، وهذا الأمر أصبح مركز جاذبية كبير وزاد من توجه الشعب، وقمنا بالاستمرار في هذا العمل بنجاح. رجل الطيب أردوغان هو الرجل القائد الذي يعرف ربه ويعرف نفسه ويعرف شعبه ويعرف أمته ويعرف العالم كله من حوله. من واجب الأمة ومن واجب الشعب أن يكونوا مع هذا الرجل، أن يعطوه صوتهم وأن يقولوا له تقدم بنا إلى الأمام. وأنا أرى أنه هو الذي سينجح إن شاء الله، هو الذي سينجح، لأن الله معه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Şimdi dinledi tüm şarkılarda bana her şey seni. Türkiye'deki teknoloji üretimini başlatabilmek veya Türkiye'nin teknoloji üretmesi için partiniz ne gibi politikalar üretecek? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Bir defa yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri bir defa insani bulmuyoruz. Bu ayrı.